مكملين معاكم على شبكة همسة ومجلة همسة ومهرجان همسة للآداب والفنون الدورة الرابعة، ومعانا النجم الفلسطيني اللي دايما متواجد معانا في كل المهرجانات المصرية الأدبية والثقافية، الأستاذ الدكتور أحمد الرماوي. دكتور أحمد، بنرحب بيك في مجلة همسة. يا مرحب، أهلين. أولا أنا لم أحضر لأول مرة زي ما تفضلت، فهذه هي المرة الثالثة هنا، وباستمرار أجد نفسي هنا في أرض الكنانة. أنني في عرس عروبي بامتياز، فإن لم يكن هنا في أرض الكنانة فأين يكون؟ يعني في هذا العرس الإبداعي الجميل والجليل، الجميل بمن فيه والجليل بمقامه الإبداعي العالي. فأنا سعيد جدا في هذا الحضور، وأنا عضو لجنة تحكيم في هذا المؤتمر منذ 3 سنوات. اهلا بيك. اهلا بيك، وبعتذر لك على جهلي بالمعلومه الكبيره ديت. لا حضرتك، على الرغم ان انا اكتر واحد عارف ان كل لجان التحكيم لجان محايده. طبعا لجان محايده، وبعدين غير الحياديه هناك اراده حقيقيه لتطوير وضع بالنسبه لكل المتسابقين، لاننا نريد ان نصل الى ما يمكن ان نعتبره يعني خطوة إلى الأمام في طريق الإبداع. فنحن نشجع الرموز الواعدة من كتابنا ومفكرينا وشعرائنا وقصاصنا، وأيضا الفنانين على مستوى الإبداع الفني إنتاجيا وإخراجا وتمثيلا وغناء، فلم يقتصر على الكلمة وإنما أيضا على الأداء. ولذلك سمي المهرجان بمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، لأن الآداب والفنون يعني متلازمين. الكلمة تؤدي إلى الوصول من خلال الأداء الجيد للفنون إلى أن تصل إلى كل قلوب المستمعين إن شاء الله. دكتور أحمد الرماوي، أخبار فلسطين إيه في الأدب والفنون؟ أخبار فلسطين، أنا رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين فرع المملكة العربية السعودية، وعضو المؤتمر العام للاتحاد. ولنا هناك أيضا البيت الفلسطيني للآداب والفنون، وهناك حراك على المستوى الإبداعي وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى الصحفي. كنا سابقا في اتحاد واحد مع الصحفيين، والآن أصبح للصحفيين أيضا نقابتهم الخاصة واتحادهم الخاص، وهناك يعني إيجابية طيبة على هذا المستوى الإبداعي والإعلامي. دكتور أحمد الرماوي، نورتنا في مهرجان همسة للدورة الثالثة. أنا اللي سعيد جدا بحضوري، وأشكركم جميعا، وأتمنى للقائمين على مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون كل التقدم والازدهار للوصول إلى ما نصبو إليه على المستوى العروبي وعلى المستوى الإبداعي. شكرا لحضرتك يا فندم. يا مرحبا، أهلين، الله يحييك.